أهلا بكم أعزائي ومتابعي المشاهدين. عاجل القبض على الممثلة هالة سرور بسبب مشاجرة عائلية في الشيخ زايد بين شقيقها وزوجها. هناك أنباء متداولة عن بعض الأخبار الممثلة السابقة هالة سرور، حيث أن هناك خلافا علنيا كان سببا في القبض عليها وعلى شقيقها وزوجها، وتم إعلان الخبر من خلال تصريحات صحفية من مقربين لهالة سرور. هالة سرور ممثلات السابقات اللواتي كانت لهن أعمال بارزة ولها قاعدة جماهيرية كبيرة من محبي الأعمال الفنية، وقد يطلق عليها الأم. وجدير بالذكر أنها قدمت عددا من الأعمال أبرزها كيد الحموات ومسار أعراض النساء. وجدير بالذكر أن هالة سرور فنانة مصرية بدأت مسيرتها في بداية الألفينات، وقدمت هالة سرور عددا من الأعمال الفنية منها جنة هنا، كاسك يا وطن، العيال رجعت، 29 يوم، استوديو المشاهير، سعيكم مشكور يا بارو. وبملاحقة وقعة القبض على الفنانة هالة سرور، نستعرض قيادات أخبار الفن اليوم الثلاثاء، حيث تم الإعلان عن تفاصيل العمل الدرامي الذي سيكون بطولته مي عمر في رمضان الموسم القادم 2027، حيث يكون مؤلف العمل الفنان مهاب طارق. وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اختيار مخرج، ولكن لم يتم الاتفاق على مخرج معين. ولكن من الآن يتم التحضير للعمل الفني المنتظر لمي عمر، والتي أصبحت واحدة من النجمات الأساسية في شهر رمضان المبارك. وتأكيدا لأخبار الفن، حيث أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني عن اتخاذ الإجراءات القانونية بسبب حلقة أحمد وإيمان، والتي أثارت الجدل الفترة الأخيرة. وكتبت رضوى الشربيني منشورا قالت فيه: هيكون في تحرك قانوني من ناحيتي بعد التشهير وإثارة الجدل والبلبلة بهذا الشكل. أنا هروح للقضاء والقضاء هيجيب لي حقي، لكن المحبين والكارهين. هذا ما حدث بشهادة الشهود بالتسجيلات الصوتية والرسائل. الكواليس موجودة وكل شيء موجود هيتم دلوقتي. أنا هتحرك قضائيا عشان القانون يجيب لي حقي بجد. معرفش انت عملتي كده ليه. وأعلن مدير أعمال شيرين عبد الوهاب أنه على الرغم من عودتها للساحة الفنية مرة أخرى، ولكنها لم تتعاقد على أي حفلات حتى وقتنا هذا، ونفى أي أخبار منشورة عن اقتراب مواعيد لحفلات ستحييها الفترة القادمة. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.